باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي، في مثل الكرم والكرامين، لما ربنا ادى المثل ده قال ان صاحب الكرم بعت عبيد من عنده عشان ياخدوا من محصول الكرم، والمهم ان الكرامين اهانوهم وضربوهم ومشوهم فاضيين ما ادهمش حاجه. ففي الاخر صاحب الكرم قال ابعت ابني لعلهم يهابوه او يخافوا منه. يعني اللي أنا عايز أقف فيه معاكم ونتأمل فيه مع بعض هو رد الكرامين. الكرامين قالوا إيه؟ الكلام ده في إنجيل لوقا الإصحاح 20 آية 14. قال فلما رآه الكرامون تأمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث، هلم نقتله لكي يصير لنا الميراث. هلم نقتله لكي يصير لنا الميراث. عايز أكلمكم عن عبارة مشهورة للأسف في وسطينا، وهي عبارة مش حلوة، وهي عبارة خليه ينزاح من هنا أو خليه ينزاح من وشنا. بمعنى إن ده قاعد لك أو دوت يعني واخد جزء من حقك أو واخد جزء من وظيفتك، أو حتى أنت طمعان فيه، مش لازم يكون هو واخد من حقك، فأنت تبقى كل اللي عايزه إنك تزيحه من سكتك. ده اللي أنت عايز تعمله، إنك تزيحه من سكتك. الكرامين دول في شرهم قالوا هلما نقتره فيصير لنا الميراث. يعني لو زحنا ده خالص، هم عارفين بقى ان صاحب الكرم ده ما عندوش حد يورثه، وادي ابنه كمان قتلناه، يبقى بالتالي كل حاجه تبقى بتاعتنا، خلينا نزيحه من وشنا. مش بس هم اللي قالوا كده، لكن تعالوا نرجع كده في بدايه الخليقه خالص. ربنا قال لقايين إن أحسنت فلا رفع، يعني لو قدمت حاجة كويسة مش هقبلها منك. بس قايين ما سمعش ربنا، سمع لدماغه. دماغه قالت له إيه؟ دماغه قالت له طول ما هابيل موجود وطول ما هو بيقدم أحسن الغنم اللي عنده، ربنا هيقبل الذبيحة بتاعته. بسبب فساد الخطية وعمى عينه وجهله وإنه عايز بقى إن ربنا يقبل حاجته، يعمل ايه؟ قال ازيح هابيل من سكتي. افتكر بغبائه ان هو كده ربنا هيقبل ذبيحته، ان ربنا هيرضى عنه. متاسف، يقبل قرابينه. يعني هو ما قدمش ذبيحه، هو قدم من ثمار الارض يعني. فافتكر ان ربنا هيرضى عنه ويقبل الثمار دي لما هابيل يروح ينزاح من سكتي. طبعا الطريقه اللي فكر فيها ان هو يقتله برضه. لا، انا ما بقصدش القتل، انا بقصد ان ازاي عايزين نشيل حد من سكتنا لما يخشنا روح الغيرة او لما يخشنا روح الطمع. على نفس المقياس نلاقي اخاب لما راح كلم نابوت اليزرعيلي ورجع البيت بقى يعيط زي العيله الصغيره، وايزابيل مراته قالت له ايه مالك فيه؟ قال لها اللي حصل. قالت له نزيحه من وشنا، مش هو ده اللي واقف لك زي اللقمه في الزور؟ خلينا نزيحه من وشنا. تتبلى عليه وتقول لشيوخ المدينه قولوا ان هو جدف وقول مش عارف ايه، ونرجمه بالحجاره هو وعياله، ما يبقالوش برضه حد يورثه، خد انت الحق. نزيحه من وشنا. اخوات يوسف شافوه ان هو ابوه مميزه عنهم كلهم. طب الله بقى وبعدين هيفضل كل حاجة يعملها يخلي يوسف ياخد أكتر مننا، هيخلي في أي مشوار يوسف اللي يستريح، هم يطلعوا يرعوا الغنم يوسف قاعد في البيت. حاجات كده عمالة تغيظ فيهم، عمالة تاكل في قلبهم، خلتهم إن هم يوصلوا لقرار خلينا نزيحه من وشنا، نتخلص منه، يمشي، ما نعرفلوش طريق سكة. ساعتها أبونا مش يعرف يفرق بين حد والتاني، ما هو خلاص بقى كان بيفرق عشان يوسف موجود. يوسف مش موجود اهو دلوقتي، هيعاملنا كلنا زي بعض. خلينا نزيح يوسف من سكتنا من وشنا. عملوا كده، بس ما كانش ده الحل طبعا يعني، لكن ده اللي فكروا فيه. إن لما دخلهم روح الغيرة قالوا إن إحنا نمشيه نبعده ونزيحه من سكتنا. أحيانا للأسف برضو بسبب ضعفنا احنا بنعمل كده، احنا بنزيح الناس من سكتنا بالطريقة دي.
او بطرق مختلفه، يعني ان احنا ازاي نعرف نمشي ده من الشغل، نعرف نشيل ده من الصوره، نعرف نقول في ده كلام وحش عشان الناس ما تبقاش ملتفه حواليه، نعرف نعمل حاجات كتيره عشان نزيح ناس من وشنا طول الوقت، ونفتكر في غبائنا ونفتكر في جهلنا ان احنا كده الدنيا هتفضلنا. لكن احيانا تانية الواحد يمشي من نفسه، فنقول الحمد لله اهو نزاح. احيانا نقول كده، مش بتحصل؟ احيانا نقول كده الحمد لله اهو نزاح، كان عامل لنا قلق وتعب ولا واخد من حقنا ولا بتاع، اهو الحمد لله نزاح. كانت الارباح بتتقسم مثلا في الشركه وده مشي فيجي لنا احنا نصيب، والحمد لله نزاح. العباره ديت قالها الابن الاكبر في مثل الابن الضال. الابن الاكبر في مثل الابن الضال ما عملش حاجه لاخوه الصغير، بس طبعا طول ما اخوه الصغير كان موجود في البيت الاب كان بيدي ده وبيدي ده. وحتى الابن الاصغر لما قال اديني نصيبي، قسم لي نصيبي، معناها ان الابن الاصغر كان شايف ان ابوه بيساويه باخوه الاكبر، بيساويه في كل حاجه، فعشان كده قال له اديني نصيبي. الابن الاكبر لما الابن الاصغر ده مشي قال الحمد لله اهو نزاح، دلوقتي ابويا ما عندوش غيري، واحنا ما نعرفش بقى اخويا الصغير ده مات ولا تاه ولا هو راح بلاد اخر الدنيا ومش راجع، المهم ان هو نزاح مشي. وقعد الابن الاكبر مبسوط بالوضع ده، طبعا مبسوط، هو الوحيد اللي في البيت، هو الوارث لكل حاجه، هو الامر والناهي لكل الخدامين والعبيد اللي في البيت، محدش تاني بيشاركه ولا بيقسمه في اي حاجه. كل الناس فرحت برجوع الابن الأصغر إلا أخوه الكبير، كلهم فرحوا. طب نقول أبوه فرح عشان ده أب، وقلب الأب لابنه هيبقى مهما ابنه عمل. يعني أبشالوم قام على أبوه داود بثورة وكان قايم يقتله في حرب، وبرغم كل دوت قال لهم خلوا بالكم من الفتى أبشالوم ما تموتهوش، ولما مات بكى عليه وبصوت عالي كل الناس سمعت ابشالوم يا ابني يا ابني، انه اب، هو اب في الاول والاخر. لكن ده حتى الخدم اللي في البيت فرحوا لما رجع الابن الاصغر، الا اخوه الكبير. اخوه الكبير اللي بقاله فتره كام شهر ولا كام سنه هو مبسوط ان اخوه الصغير ده انزاح من وشه ومشي والدنيا راقت ليه وكل حاجه بقت حلوه. فيقول عنه كتاب، بص يقول كده ان لكن يقول الكتاب كده في لوقا 15 آية 28 غضب ولم يرد أن يدخل. لما من بعيد كده سمع صوت مزيكا ورقص وهيصة وأغاني وفرح وناس مبسوطة، إيه ده في إيه المناسبة اللي عندنا؟ هو خارج من الصبح مفيش مناسبة ولا في أي حاجة، إيه اللي حصل دلوقتي؟ حد من العبيد ولا الخدم قال له ده أخوك رجع. أخويا رجع؟ دي إيه اللي يفرح في كده؟ ده أنا كنت ما صدقت إنه إيه انزاح من وشي، دلوقتي جاي تقول لي يا اخويا رجع؟ طبعا زعل وزعل جدا، ما رضاش يخش وقلب الدنيا نكد، يعني قاعد بره والاب فرحان مع ابنه، فرحان مع الخدم اللي فرحانين برجوعه، وهو خلى ابوه يسيب كل ده ويطلع له بره، وهو في قمه غضبه وفي قمه زعله. مش بس ان هو عاتب على ابوه ان انا ما اديتنيش حاجه افرح مع اصحابي مش عارف ايه وبتاع، بصوا كمان يتكلم على اخوه بلهجه وحشه ويقول ايه؟ لكن لما جاء ابنك، ما هو خلاص هو متجرد منه، هو مش عايز يعتبره اخ يعني، لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. انا ما صدقت انه انزاح من وشي، راجع لي تاني ليه ده؟ انا ما صدقت انه انزاح من وشي، راجع لي تاني ليه؟ للاسف يا احبائي في ضعفنا وفي شرنا، نعترف كده ونقول انها في شرنا، احيانا كتير احنا بنزيح ناس من سكتنا. وطبعا عشان نزيح ناس من سكتنا من وشنا بنستخدم طرق غلط، طرق شر، طرق فيها خيانه وفيها نميمه وفيها غدر وفيها حيل والاعيب عشان خاطر نعرف نزيح الناس دي من طريقنا ومن وشنا. او
إن لو هم مشوا من نفسهم بقلبنا الوحش نقول الحمد لله انزاحوا من وشنا. طبعا الحمد لله إيه؟ إحنا ما بنحمدش ربنا، ده قلبنا الوحش فرحان بيقول انزاحوا من وشنا. ولما يرجعوا لأي ظروف نلاقي إن بنتصرف زي الابن الأكبر بنتضايق وبنزعل وبنغضب زي ما هو ما عمل. حاجة مش حلوة يا أحبائي، حاجة مش حلوة إن يبقى على لساننا الكلمة دي خلينا نزيحه من وشنا، أو أهو انزاح من وشنا وراح. بلاش الكلمة دي. وكل الأمثلة اللي احنا اتكلمنا فيها دي ولا واحد فيهم كسب، ولا واحد فيهم اللي فكر فيه إن الدنيا تخلاله، إن الكرم هيبقى بتاعه، إن الكرامين دول اللي افتكروا إن هم خلاص الوريث مات يبقى احنا ناخد الكرم، ولا أخاب افتكر إن هو بقى هيورث نابوت وهيعيش ويأبد في الدنيا. ولا أي حاجة من دي حصلت. ولا إخوات يوسف شافوا خير، ده هم جم في الآخر وكانوا عبيد ليه وسجدوا عند رجليه. والابن الأكبر اللي زعل وبين قباحة قلبه لما غضب ولما اتكلم الكلام الوحش دوت، باين قد إيه هو كان فرحان لما أخوه مشي، أو بعبارة الابن الأكبر بقى إنه انزاح من وشه. درس كلنا نتعلمه إن عمرنا ما بنقول كلمة نزيحه من وشنا أو أهو انزاح من وشنا وراح إن إحنا بنكسب. عمرنا ما هنكسب. درس نتعلمه إن النتائج دايما هتبقى وحشة علينا. فخلينا نتعلم إن المحبة حلوة والمشاركة حلوة، وما فيش حد بياخد نصيب حد، ما فيش حد بياخد نصيب حد. مرة قريت عبارة كده عجبتني، قال لما تخرم مركب صاحبك مركتك مش هتوصل أسرع. دي حقيقة. لما تخرم مركب صاحبك عشان تملاها المية ويقع، ده مش هيخلي مركبتك انت توصل أسرع. لما نزيح حد من سكتنا عمر ما هيبقى الخير لينا، لأن احنا عملنا شر، واللي يعمل شر هيجازى بشر. ربنا يحمينا كلنا يا أحبائي. إلهنا المجد إلى الأبد. آمين.